كابتن عرفان بدير رئيس منطقه اسكندريه لكره اليد، ويمكن كان مسؤول عن كره اليد المصغره والشاطئيه في اتحادنا المصري لكره اليد سابقا، ويمكن هو برضه لاعب دولي في الرعيل الاول لاوائل المنتخبات يمكن عام 64. يعني يمكن اكيد سعاده كبيره اليوم حضرتك ذكرت في كلمتك ان اول مره بيرأس اتحادنا المصري لكره اليد شخصيه سكندريه وشخصيه يعني نجم يعني تخطى كلاعب ومدرب والعمل الفني والعمل العلمي كرئيس وعميد لكليه التربيه الرياضيه للبنين، يعني شيء اكيد يسعدنا جميعا كاسكندريه. طبعا اللي حصل ده مفخره لاسكندريه، خد بالك مفخره لاسكندريه وكل رياضيين اسكندريه. تخيل انت من سنه 57 لغايه دلوقتي لم يترأس الاتحاد المصري لكره اليد اي واحد من ابناء اسكندريه، حتى في اخر 20 سنه ما كانش في عضو حتى من اسكندريه. اللي عمله الدكتور خالد، خدت بال حضرتك، ده انجاز بمعنى الكلمه يعني. وبعد الدكتور خالد ده راجل فكر وعمل، راجل فكر عنده فكر وراجل استاذ وكان عامل كليه التربيه ومحاضر دولي وكان لاعب دولي وكان كل المميزات فيه، خد بالك. بس نرجو ان هم يعني ياخدوا اولويات، يعني في اولويات عدت الاولويه لمنتخب مصر اللي هيشارك في بطوله العالم، واللي في منتخب تاني هيشارك في بطوله افريقيا في 2014. بالك قدامهم مهمه صعبه جدا، واحنا الصراحه سميناهم يعني كتيبه انقاذ كره اليد. الحقيقه يعني ربنا وفقهم واحنا سعداء في اسكندريه. والحقيقه النهارده انا كنت سعيد جدا بتكريم الدكتور خالد واعضاء مجلس الاداره والاعضاء اللي معاه كلهم لعيبه. ان يمكن منطقه اسكندريه تكون اول تكريم بيتم للدكتور خالد. والله هو الحقيقه لما كلمت الدكتور خالد قلت له احنا قال لي لازم تكون المنطقه اول. هو الحقيقه الدكتور خالد ابدى هذه الرغبه وهو شجعنا على كده، قال لي المنطقه لازم تكون اول من يكرم خليل، لان هو طبعا انت عارف هو لاعب من خلالها وان هو كل الانديه هتيجي، يعني ما فيش نادي، كل الانديه جت كله هيفرح زي ما انت شايف كده، كله فرحان زي ما انت شايف كده. وبعض القدامى في كره اليد وبعض اسره كره اليد وكل الناس جت ولبت الدعوه الحقيقه يعني. فالحقيقه كان حفل ناجح واحنا كاسكندرانيه صراحه فخورين جدا بالدكتور خالد وربنا يوفقه يا رب. ان شاء الله. دكتور عرفان في عجاله كده، ايه اهم احتياجات المنطقه او المتطلبات حضرتك تطلبها عشان تدير المنطقه بطريقه افضل من الاتحاد المصري لكره اليد؟ هو احنا طبعا كمنطقه يعني انا اديني امكانيات ماديه اعمل كل حاجه. انا السنه دي عملت 12 مسابقه من مواليد 2004 لغايه مواليد 94 عملت مسابقات. انما انا والحكام يعني لما الحكام ياخدوا مني 13,000 جنيه في ثلاث ارباع الميزانيه. انما لو عندي ميزانيه هعمل كمان نشاط كده، وبعدين هعمل منتخبات مناطق وهلعب حتى ودي كمان، العب ودي. بعدين احنا كمان بالجهود الذاتيه خدنا مقر المنطقه، كنا مقر المنطقه مقر محترم وبيحصل فيه اجتماعات المجلس الاداره واجتماعات الحكام واجتماعات اللجان كلها بتجتمع في المنطقه. الفكر موجود لكن الماديات هي اللي بتحكم الامور شويه. ولو ان طبعا يعني اعتماد عقود اللاعبين المحترفين ده برضه زودت ايرادنا شويه، انما برضه غير كافي يعني عاوزين تبقى اكتر عشان نقدر نعمل على الاقل منتخبات اسكندريه. احنا منتخبات واخدين اول منتخب 80 و82 و84، احنا واخدين اول جمهوريه ايام ما كان بيتعامل. التوفيق دايما ان شاء الله، وباذن الله الفتره القادمه للاتحاد المصري في رئاسته تكون فتره جيده على كره اليد وعلى المناطق وعلى اللاعبين. واسكندريه معقل كره اليد، يعني اسكندريه يمكن كانت كره اليد اقوى هنا قبل ما تنتقل القاهره يعني. طبعا ما هي اسكندريه ما انت عارف اسكندريه جميع انت كابتن احمد والاساس الصوره والاساس هنا 3/4 ميداليات الاولمبيه واخدينها باسكندريه. يعني اسكندريه طول عمرها معقل من معاقل الرياضه في مصر. فمش عاوزين احنا وبعدين الحقيقه احنا املنا كبير في الدكتور خالد واللي معاه ان كره اليد ترجع تاني، يعني ما بنقولش يا سيدي الرابع الخامس، خدت بال حضرتك؟ مش عاوزين بقى ال 13 ولا 14 ولا 17 بطوله العالم القادمه. اشكرك كابتن عرفان والف مبروك. شكرا والف مبروك لكم وللدكتور خالد والاسكندريه كلها. متشكرين جدا تلفزيون اسكندريه. الدكتور خالد حموده رئيس اتحادنا المصري لكره اليد، بيتم تكريمه اليوم من خلال منطقه اسكندريه وكل المهتمين باللعبه. الدكتور خالد حموده بنرحب بحضرتك في بيتك طبعا في نادي سبورتنج، ومنطقه اسكندريه برضو بيتك لان دي المنطقه اللي حضرتك يعني من خلالها كنت لاعب وكنت مدرب وتعاملت معاه في كره اليد.
اكيد شعور جميل وشعور حلو ان الانسان يحس بكل هذا الحب اللي حضرتك شفته. كل انديه اسكندريه موجوده، ممثلين لكل الانديه، لاعبين، الحكام، ناس اعتقد كلها فرحانه من قلبها. مش عايزه كلام، يعني هي دي العزوه. انا سعيد سعاده صعب انها اوصفها لما الواحد يبقى في وسط اهله وفي وسط اصدقائه وفي وسط تاريخه، خصوصا ذكرياته والناس الكبار والناس الصغيرين. يعني سعاده لا توصف. مش عايزه كلام ان وانا قاعد دار شريط ذكريات الواحد ما كان بدا اللعبه وهو عنده 13 سنه لغايه النهارده. المكان يعني اللي احنا بالظبط كده في اسكندريه، في سبورتنج والتنافسات الشريفه اللي جميله اللي ضد كل الناس اللي كانت قاعده سواء كانوا لاعبين او انديه. وطبعا دار شريط كبير، بحمد ربي سبحانه وتعالى طبعا ان انا في الاخر يعني اتبوأ هذا المركز بفضلهم وبفضل كل قوى اسكندريه اللي وقفت سندتني. فالحقيقه شعور لا يوصف. دكتور خالد، في شخصيات مؤثره يعني بتاثر في الواحد وبيبقى لها يعني هو صغير هم يعني مثال اعلى بالنسبه له. مثلا اعتقد دكتور عبد الفتاح عبد الله حضرتك ذكرته النهارده، دكتور سيد سليمان حضرتك ذكرت برضه اسمه المرحوم الكابتن عبد العاطي، اكيد دي لهم معزه في نفس حضرتك. كنت اتمنى الدكتور عبد العاطي يمكن يكون متواجد معانا يعني. مش عايز كلام، الحقيقه يعني المدربين اللي ربونا هم اللي وقفونا على رجلينا وعلمونا المبادئ والمثل قبل ما علمونا اللعبه والفنيات. دكتور عبد الفتاح، دكتور سيد سليمان، عبد العاطي طبعا له فضل غير طبيعي عليا ودين في رقبتي بدعي له. استاذ عبد الله خميس، دي اهرامات صراحه بالعطا من الناس اللي مرنتني وانا صغير. فيعني اسامي كتير خايف ان انا انسى حد، لكن اسكندريه طول عمرها معقل وعاصمه لكره اليد. تاريخها من لاعبين في منتخبات مدربينها. الحقيقه يعني مش عايزه كلام، من اسكندريه علامه مؤثره في تاريخ كره اليد المصريه. ان شاء الله هتعود باذن الله. عايز اقول لحضرتك دون مجامله، منطقه اسكندريه انشط منطقه في كل مناطق مصر في عملها بفضل شغل عرفان، كابتن عرفان استاذنا عبد الفتاح عبد الله وسعيد عبد المنعم وعليه وكل الناس. حقيقه يعني انا متاكد انهم هيفضلوا درع لكره اليد السكندريه اللي في التطور. دكتور خالد حموده، سعداء بوجود طبعا حضرتك معانا اليوم، وبنتمنى لك كل التوفيق. كل مجتمع كره اليد في اسكندريه كان متواجد، وكان اعتقد اعداد كبيره اكتر من كده يمكن كانت تتمنى تحضر تكون موجوده النهارده، ومنتظرين من حضرتك المزيد طبعا في مجال اللعبه اللي كلنا بنحبها ويمكن ضيعنا عمرنا من خلال ممارسه كره اليد، وربنا يوفقك يا دكتور. الحقيقه كره اليد هي حياتي، وطبعا زي ما كل حاجه اسكندرانيه فتلفزيون اسكندريه بشكره على اهتمامه، وبأرجوه ان هو يوالي تغطيته لأنشطة كرة اليد السكندرية والمصرية عامة، وإن شاء الله نتواصل معاه، لأن بدون الإعلام الرياضي يصعب التطور. بشكرك لهذا التوفيق. شاكر فضلك. أعزائي المشاهدين، أسرة برنامج دعوة المشاركة تدعوكم لمشاهدة يوم الجمعة في 20:30 مساء برنامج حول أبطال على الرصيف، نجوم للأولمبياد وأبطال للعالم بالملاليم لا يجدون من يعطيهم الملابس والأدوات الرياضية. مزيد من التفاصيل وأبطال على الرصيف ودعوة للمشاركة يوم الجمعة القادم في 20:30 مساء على قناة